نهاركم زين، نهاركم طيب مشتركاتي الغاليات. ان شاء الله يلقاكم لا فيديو تاع اليوم في احسن احوالكم. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو وتسلموا على سيدنا محمد عليه ازكى الصلاه وافضل التسليم. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام نتوما بخير، تعيدوا وتزيدوا وسنين دايمة. اليوم جيتكم بوصفة تاع هاد الجاتو ساك. كنت راح نشاركها معكم قبل العيد، ولكن للأسف لظروف صحية. أنايا هاد الجاتو يسميوه جاتو كروفيت، بالكش على القالب تاعو. كيما راكم تشوفوا في ريسيبيون حطيت 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، نزيدو نص كاس سكر، نزيدو مع رشة ملح، نزيدو بيضة كاملة وصفار بيضة، نزيدو كيما راكم تشوفوا مغرف صغيرة تاع قهوة تاع لافاني. ونخلطو كل شي مع بعضه بالباتيغ حتى يبيض لي الخليط ويرجع خفيف كيما لاموس. اللي يحب القيس تاع السكر بالغرام درت 50 غرام، ويجي حلاوة تاعو معتدلة. نخلطو مليح مليح كيما راكم تشوفوا. رجع لي الخليط ابيض وخفيف كيما تشوفوا. بعدها نبداو نزيدو الفرينة بالتدريج، ونلم هذاك الخليط تاعي مع مغرف صغيرة كيما شفتوا خميرة الحلوى. نبقاو نزيدو في الفرينة تاعنا ونخلطو. هنايا لازم نستعمل اليد باه نقدر نتحسس العجينة تاعي، باه ما نشيحهاش. كيما تشوفوا عجينة الصابلي. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه تاع العجينة تاعي. والصابلي كما تعرفوا ما نعجنوهش، نلموه نغطيها بساشي ونخليها ترتاح في الثلاجة. بالمقابل جبت لي مول تاعي، انا استعملت هادو كيما راكم تشوفوا. الكاطو هذا قريته في 2018، ولا شريت هاد لي مول تاعو شريتهم في 2018. بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعي في الثلاجه نجيو نشكلوها في لي مول، وانت استعملي اي مولات حابه ديريهم. شكلي العجين تاعك في هذيك لي مول. الفرن تاعي كنت حطيته يسخن على 150 درجه، نحطوه يطيب على في الرف الاوسط تاع الكويزينيير. كما تعرفوا العجينه تاع الصابلي تجي بزاف خفيفه. شوفوا طريقه التشكيل في القوالب كما قلت لكم، وانت تستعملي اي قالب تحبيه. بعد ما نخلصوا الكميه تاعي كامله تاع العجين كما راكم تشوفوا ننقبوهم بفرشيطه ولا بكيغدون كما تحبوا. نواصلوا مع جميع الكميه تاع العجينه حتى نخلصوها. كما تشوفوا لازم نحفروا في الوسط باه نديروا البلاصه اللي نحطوا فيها الحشو، نحطوهم يطيبوا كما قلت لكم في الرف الاوسط. كي يطيبوا لي يشوفوا بيبانوا حماروا، نشعلوا لهم شويه فقط من الفوق. هنايا بعد ما طابوا لي نقلبهم كما راكم تشوفوا. تحبوا تديروهم حمر، تحبوا تطيبوهم بويض. تحصلت على كونتيتي لاباس بها. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. دركا نجيب للحشو تاعنا. انا حشيتهم بشوكولا تاعتيني. زدت معاها مغرف كبيره تاع الججلان محمص، تحبوا ديروه مرحي، انا درتو كونكاسي، تحبوا ديروه حب كامل. صدقوني تجي هاد لافارس على قد بساطتها على قد بنتها. تجي هذيك القرمشه تاع الججلانيه مع الشوكولا هذه تاعتيني. تعطيها ذوق بزاف هايل. نحطوها نديروها باه تجينا براتيك، تجينا سهله العمليه تاعنا. نحطوها كما راكم تشوفوا في لابوش جوتابل. وتشوفوا كما درك تشوفوا الطريقه باه نحشي بها هاد الكاطو تاعي. نغلق بحبه واحده اخرى، وانتي الحشو تقدري تبدلي فيه كيما تحبي. نعطيتك الفكره وانتي دبري راسك انتي والذوق تاعك في الحلويات تاعك في الحشوات نتاعك.
ونكملوا نحشيو جميع الحبات تاعنا تاع الكاطو كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه. صدقوني تجي هاد الكاطو بزاف خفيف وبزاف هايل. حتى نكملوا جميع الكميه تاعنا. انايا باه ندير نغطس الجوانب تاع هاد الكاطو تاعي. جبت الشوكولا اللي عندي في الدار متوفره، انت تقدري تجيبي هذيك تاع لي بواط كيما تحبي. انا استعملت هاد النوعيه كما راكم تشوفوا في لا فيديو. كما قلت لكم ذوبتها على حمام مائي، زدت لها مورف كبيره تاع الزيت. انت ذوبي قيس الكميه اللي تحتاجي باه ما تبقالكش بزاف. نخليها حتى تذوب مع كما قلت لكم مورف كبيره زيت، ونقص الجوانب تاع الكاطو الحبه تاع الكاطو كما راكم تشوفوا. نزيدها في الكاوكاو هذا الملون بالاخضر، يقولوا له الفو بيستاش. وانتي كيما تحبي في الكاوكاو ابيض، تحبي في اللوز، تحبي كيما تحبي. هذه قضيه اذواق. نحطوها في الكيسات. وهذه هي وصفتي لنهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.